السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى جايه لكم هعجن حاجه كل الاولاد بتطلبها وكل الامهات بتستسهل تعملها. تنفع في اللانش بوكس للمدارس، تنفع واحنا رايحين مصيف واحنا رايحين نادي، تنفع اكله كده فاصل ما بين الاكلات كده في الصيف بدل ما بنجيبها وبقت مكلفه جدا من بره. هنعمل البيتزا. بيتزا سهله جدا سريعه. معايا هنا لو عايزة هتعملي واحدة كوبايتين دقيق، 2 4 دقيق، يبقى غالبا البيتزاية في الصينية المتوسطة المدورة او مربعة براحتك بتعمل حوالي تاخدي كوبايتين دقيق. طيب كوبايتين دقيق انا هنا عاملة 6، لاني طبعا هعمل اكتر من صينية او صينيتين كبار. فانا هنا حاطة 6 كوبايات دقيق، عليهم معلقة سكر كبيرة، عليهم معلقة بيكنج باودر، وعليهم رشة زعتر بسيطة تدي نكهة حلوة للعجينة. عايزة تحطي لبن بودرة لو متوفر عندك حطي، برضو بتدعم العجينة وبتديها طعم احلى. ورشة الملح بتاعتنا اللي لازم بنحطها على اي عجينة. وغالبا كل كوباية دقيق بيتحط لها حوالي معلقة زيت، يعني انا هحط هنا حوالي 4 5 معالق زيت، وهفركهم كده مع بعض فركة حلوة. وطبعا انا سايبة الخميرة بتخمر، معلقة خميرة كبيرة على كوباية مية دافية كده. وهنعجن مع بعض وهنشوف الخطوات البسيطة والتوبينج الطبقة اللي احنا هنحطها عليها من فوق، وهتطلع احلى والذ واسهل بيتزا. يلا استنيني وتعملي معايا احلى بيتزا. بصي بقى العجينة وجمالها، شايفة مش بتلزق وطرية معاكي وجميلة جدا جدا جدا. بصي اهي دي ال6 كوبايات دي اخد معايا انا هنا 2.5 كوبايات بالظبط مية. انتي ممكن ياخد معاكي ازيد شوية اقل شوية على حسب نوع الدقيق. وهنسيبها طبعا تخمر، هنغطيها وهنغلفها نسيبها تخمر. وهنشوف بقى هنعمل الصلصة ازاي والتوبينج ازاي، وهتاكلي انتي وولادك احلى وانضف بيتزا باقل تكاليف في البيت. بصي بقى لسه طالعه من الفرن البيتزا، تجنن مش قادره اقولك على الجمال وعلى الروعه. بصي الجبنه، شايفه الجبنه وجمالها طبعا. يعني بصوا طالعه ازاي، شايفين الجمال. قطعه بقطعتها، طريه جدا جدا. بصي الطريان، بصي باين ازاي الطريان، شايفه زي العيش الفينو من جوه ازاي. بصي هقولك على حاجه، تكاية عملتها في الصلصة بتحطي سن التوم على الزيت على الزعتر، بتشوحي التوم كده ريحته تطلع هو والزعتر، بتدي ريحة تحفة للبيتزا. بعدين بقى بترشي رشة جبنة تركي مع الصلصة وباكو كاتشب، يا عالجمال. الجبنة بتسيح مع الصلصة فبتبقى هي طبعا انت عارفة بنحط اول طبقة الصلصة، لكن انا رشيت طبقة جبنة رومي، وبعد الجبنة الرومي حطيت زيتون، حطيت فلفل. والحشوه دي اللي انا جايباها جاهزه، بتتجاب من اي سوبر ماركت او هايبر. قولي له الحشوه بتاعت البيتزا، عايزه تحطي سوسيس بس، عايزه لحمه مفرومه، عايزه صدق، عايزه تحطي فراخ كريسبي، اللي انت عايزاه وبتفضليه. بس دي اللي كانت متاحه قدامي النهارده لاني على طول بعملها بالصدق، فقلت اغير. وجبنه موتزاريلا، وزي ما انت شايفه الجمال. والله طبعا في انواع جبنه موتزاريلا بتسيح اكتر من كده، فانتي لو حابه كتري براحتك. بس دي بيتزا طعما زي بتاعت بره، مكونات اقتصادية، اي بنت او ولد من ولادك هياكلوها، مش صدقيني مش هياكلوا بيتزا من بره تاني. كفاية النظافة، كمية الجبن اللي فيها والزيتون والتوبينج وكل ده. بره السادة خالص بتعدي 60 جنيه المارجريتا، دي مليانة جبن ومليانة حاجات، مش هتتكلف معاكي. وعاملين 3 صواني مربعة ب6 كوبايات دقيق، بألف هنا وشفا. وتابعيني على وصفات اقتصادية مع لوكا وأوشا، إن شاء الله نكبر مع بعض ونوفر مع بعض.